الفيلم مستوحى من قصة حقيقية لواحد من مشاهير الاحتيال والخداع بالطريقة اللي اتكلمنا عليها، وهو فرانك أباجنال. يا ريت اللي شاف الفيلم يشوفه تاني، واللي ما شافوش يتفرج عليه بعد ما عرفتوا ان الموضوع مش قصة واحد عادي، وان الموضوع بيتدرس اساسا في علوم الامن والاستخبارات، لدرجة ان صاحب القصة فرانك نفسه شغال من 35 سنة مع الاف بي اي بعد ما قبضوا عليه. خلينا افكركم بجزء من اهم المشاهد في الفيلم، واللي فيه فرانك عمل نفسه ضابط سري وخدع ضابط حقيقي من الاف بي اي. Yeah, sure. Take my whole wallet. You want my gun too? Come over here, take my gun. Hey, look, just do me a favor. Take a look outside. Look out the window. My partner's walking him to the car as we speak. Look. 10 seconds later and you'd have been shot. Do me a favor and sit tight for a second while I get this evidence downstairs. You know, I don't want some maid walking through here and making the bed. LAPD should be here any sec. Wait. Your wallet. You hang on to it for a minute. I trust you. طبعا الموضوع بيحصل في كل مكان وزمان لحد دلوقتي، ويمكن اخرها الراجل ده روسل كينج، اللي عمل نفسه واحد ساري بيدير اموال لرجال اعمال من العيله المالكه في البحرين، واشترى نادي نوتس كاونتي في بريطانيا، او بمعنى اصح سرقه، وقدر كمان يخدع بنك في انجلترا، وسافر كمان لكوريا الشماليه، وقابل هناك رئيس مجلس الشعب علشان يشتري مناجم ذهب هناك مقابل بلايين الدولارات من استثمارات للعيله المالكه في البحرين. بعد كل اللي قلناه ده ممكن حد يسال نفسه وايه علاقه كل الحكايات دي بالكمبيوتر والانترنت؟ خلونا نطلع فاصل وبعدين نعرف الإجابة بالتفصيل. أهلا بيكم مرة تانية. قلت لي بقى إيه علاقة السيكولوجي والهندسة الاجتماعية بالكمبيوتر والإنترنت؟ شوف يا سيدي، الهندسة الاجتماعية بتستغل موقف معين أو سيناريو معين علشان تخدعك إما لسرقة بياناتك أو فلوسك أو حتى ارتكاب أي جريمة تانية، والحالة أو السيناريو في الغالب بتبقى استغلال لموقف موجود فعلا على الأرض علشان يعمل عامل الثقة والخداع ويخليك تبلع الطعم، ودي موجودة كتير جدا جدا على الإنترنت. يعني مثلا لما اتقتل بن لادن في 2011 انتشرت لينكس لصور مفبركة كتير جدا على الإنترنت، وبالذات في شبكات التواصل الاجتماعي بتقول لك اتفرج على صور حصرية لقتل بن لادن أو جثة بن لادن، واللي في الحقيقة كلها كانت عبارة عن فيروسات أو برامج تجسس لاختراق الكمبيوتر أو سرقة حساباتك الشخصية. للأسف كمان من الحاجات اللي بتستغل في الهندسة الاجتماعية الأحداث السياسية والدينية، وده طبيعي بما أننا بنتكلم عن استغلال حوادث معينة في المجتمع، والشرق الأوسط من أكتر المناطق اللي بتتعرض للنوع ده من الاحتيال والخداع، زي مثلا فيروس اللي انتشر على الإنترنت تحت أكذوبة أن أمريكا ضربت إيران، وده كان استغلال لحالة الاضطرابات اللي كانت موجودة بين أمريكا وإيران أيام أحمدي نجاد. طالما اتكلمنا عن الكمبيوتر يبقى لازم أفكرك بكيفن ماتنك، وهو واحد من أشهر الهاكرز اللي استغلوا الهندسة الاجتماعية في التكنولوجيا. شوف كمان المشهد اللي جاي ده من فيلم هاكرز، وإزاي الهاكر قدر يخدع واحد شغال في شركة علشان يديله معلومات سرية يقدر يخترق بيها شبكة الكمبيوتر بتاعت الشركة. Security, Norm. Norman speaking. Norman, this is Mr. Eddie Vedder from accounting. I just had a power surge here at home that wiped out a file I was working on. Listen, I'm in big trouble. You know anything about computers? Gee. Right, well, my BLT drive on my computer just went AWOL, and I got this big project due tomorrow for Mr. Kawasaki, and if I don't get it in, he's gonna ask me to commit harikiri. Yeah, well, you know these Japanese management techniques. Could you read me the number on the modem? It's a little boxy thing, Norm, with switches on it. Lets my computer talk to the one there. 212-555-4240. مثال كمان لسرقة معلوماتك والاحتيال والخداع عن طريق التكنولوجيا هي الرسائل اللي بتيجي من أصحابك على الميل. لو عندهم فيروسات هتلاقي جاي لك رسائل للإيميل بتاعك منهم، وممكن يكون فيها فيروسات لسرقة بياناتك، ولو سألتهم هيقولوا لك احنا ما بعتناش حاجة. عندك كمان انتشار الرسائل اللي بتستغل هوسك بحاجة معينة زي الواتساب مثلا. أكيد سمعت عن رسالة الواتساب بتاعة تبعت الرسالة دي ل10 أصدقاء علشان تفعل حسابك، لأن الواتساب هيبقى بفلوس. طبعا دي خدعة،
ويا ريت ما تبعتهاش لحد، وفي الغالب بيبقى الغرض منها يا اما نشر فيروسات ليك ولاصحابك، يا اما زياده تحميل على شبكه الواتساب او اي برنامج تاني عشان يحصل فيها مشاكل معينه فتقع الخدمه، او حتى بيكون فيها كود خبيث لاي غرض تاني للجريمه. وممكن تدخل على الموقع ده اسمه هوكس سلاير، هتلاقي عليه تفاصيل لكل انواع الرسائل الخادعه على الانترنت او حتى اللي بتجيلك على الموبايل. طبعا انت مش هتكذب خبر لو الرسائل دي جات لك من اي حد من صحابك، وهتبعتها برضه لاصحابك التانيين، ودي نقطه الثقه اللي مهمه جدا في الهندسه الاجتماعيه. اي حاجه من اصحابك مخك على طول هيجاوب الاجابه السريعه والاسهل، ما هي من صاحبي او من صاحبتي، ايه المشكله؟ مين قال لك ان ايميل صاحبك مش مخترق؟ ومين قال لك ان مفيش حد منتحل شخصيته او مفبرك حساب باسمه على الانترنت؟ علشان كده الفيسبوك من اكتر المواقع اللي بيحصل عليها هندسه اجتماعيه، سواء على مستوى الافراد او حتى على مستوى الحكومات، لانه بيئه فيها كل شروط الهندسه الاجتماعيه. جرب مثلا واعمل اكونت فيك لبنت وشوف التفاعل هيبقى عامل ازاي معاك، وشوف كم واحد ممكن يتخدع بسهوله ويقع في فخ الهندسه الاجتماعيه، وممكن كمان يخسر سمعته ويتشهر بيه. الهندسه الاجتماعيه تكتيك كمان في الاستخبارات، يعني مثلا في جواسيس من ايران استخدموا الحيل بتاعه الهندسه الاجتماعيه وعملوا اكونتس فيك مش حقيقيه لناس بيشتغلوا في شركات تصنيع اسلحه امريكيه، وقدروا كمان ياخدوا توصيه من ناس متخصصين لحد ما قدروا يخدعوا ضباط ومسؤولين في الجيش الامريكي. خليك فاكر اني قلت لك ان الهندسه الاجتماعيه موضوع كبير في الاستخبارات ومحتاج حلقات لوحده، ويدخل في العمليات النفسيه والحروب النفسيه او سايكولوجيكال وورفير، واحنا للاسف في الشرق الاوسط مرتع للحروب والعمليات اللي من النوع ده. الهندسه الاجتماعيه دلوقتي وحتى في المستقبل هي نفس الافكار القديمه بتاعه الراجل اللي باع برج ايفل، لكن باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثه، فبالتالي بقت اسهل كتير جدا. يعني الهاكر بدل ما يضيع سنه يقعد يخترق النظام الامني بتاعك علشان يسرق معلوماتك او فلوسك، الاسهل انه يخترق افكارك ودماغك ويستغل نقط ضعفك سواء سياسيا او دينيا او حتى جنسيا، بس عن طريق التكنولوجيا. للاسف الحل الامثل للنوع ده من الخداع هو التعليم، لان مفيش برامج تقدر تحمي بيها طريقه تفكيرك او مخك من انه ما يتخدعش. لكن الشك احيانا والتفكير قبل ما تضغط على اي حاجه على الانترنت او قبل ما تتجاوب معاها هو الحل الامثل، اضافه لانك لازم تدور على نفسك كل شويه على جوجل وتشوف ايه اللي متاح عنك على الانترنت، ولازم تتاكد ان معلوماتك الخاصه مش متاحه للجميع. اضافه طبعا لانك لازم تحمي الاجهزه بتاعتك من الفيروسات والهاكرز وتحمي معلوماتك، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. استنونا في حلقه جديده على تيك توك على القاهره والناس.